الاستاد بالذكاء الاصطناعي ما يكملش في ديسمبر عليه عندهم كوب دافريك في 2025. نروحوا دوكا نشوفوا الملاعب تاعهم ما كاش خاوتنا وكلش بصح تنظيم كاس افريقيا غالب. اش كي تعتقدوا له من الاخر ما دخلش السياسه ولا الرياضه. خاوتي نهضروا رياضه، دوك تشوفوا الملعب هذا تفهموا بوكو تشونس. بلي ماناش راح يلعبوا الكوب دافريك هذه خويا، هذا هو السطاد تاع ملامح حسن راح يلعبونا فيه. مازالوا صحراء، تبان لي راح يبداو الكوب دافريك ويخلصوها وحنا مازال ما لعبناش. ما راهيش كاع واجده، لو كان يحشموا شويه يقول لنا سلفوا لنا الملاعب تاعكم عادي. يحشموا شويه برك، لو كان ما جاتش فيها حشمه يقول لك سلفوا لنا الملاعب تاعكم. وتمد البلدان غير جاهزه غير معقول. وزيد هذه البلدان ماشي عندهم ملاعب، يعني قالوا للكاف اننا رايحين نبنوا ملاعب. تصلح لأي شيء إلا لبعث الأبقار، يعني لتأخذ من ذلك العشب ما السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. تحياتي لكم جميعا. كما سمعتوا هذا المهابل. المهم في هذا الفيديو الاخوان غادي نبارطاجي معكم اخر الاشغال في الملاعب المغربيه اللي حاليا باقا فيهم الخدمه، ونشوفوا فين وصلوا الاشغال، ونفس الوقت نجاوبوا هاد الكراغيله ونشوفوا يصحابهم حنايا بحالهم اننا حنا تنبنيو الملاعب في 13 عام ولا 14 ولا 20 عام. المهم غادي نشوفوا لي فيديو ديال الملاعب المغربيه، 4 الملاعب اللي مازالين فيهم الاشغال: ملعب طنجة، مولاي عبد الله في الرباط، ملعب البريد، وملعب مولاي الحسن في الرباط. المهم غادي نشوف فين وصلوا الاشغال، واش سالاو ولا ما سالاوش، ونفس الوقت نردوا على هاد الكراغله اللي تيضلوا كل مره يخرجوا بالاعلام وهاد المهابل ديال البلاطوات عندهم في الاعلام. اودي شنو غيقولوا دابا؟ شنو غيقولوا هادو اللي خرجوا كانوا تيهضروا بلا بلا بلا؟ شنو غيقولوا دابا؟ شنو حنا راه ما كنتسرعوش، تنخليوكم وحده بوحده، ما عليناش. اسمع لي هذا تاعو. شفتوا التصاور هذا تصاور تاع الملعب اللي راح يحتضن مباريات المنتخب الوطني في كأس افريقيا 2025 بالمروك. هذا الملعب هذا تاع مولاهم الحسن في الرباط، السعه تاعو 22,000 متفرج. هذا الملعب انشئ في 2012 وبعدين تقرر اعاده بناؤه من جديد. بدات الاشغال فيه في اكتوبر 2024. نسبه تقدم الاشغال في هذا الملعب 15%. المعلومه اللي احنا نصدمكم بها انه في العاده الملاعب الطبيعيه او ذات العشب الطبيعي تدي وقت على البناء من 18 شهر الى 3 سنين او اكثر من 3 سنوات، حسب التعقيدات وحسب الظروف الجويه وحسب الصدف اللي تجي في وسط الاشغال. هكذا بالك تطول. ملعب بهذاك الحجم تاع 22,000 متفرج يدي من 18 شهر الى غايه 3 سنوات كما قلنا. لنفرض ان هذا الملعب راح يدي 18 شهر، مشات 3 شهور من اكتوبر الى جونفي، وباقي على كاس افريقيا شحال باقي؟ باقي 11 شهر. ال 11 شهر وال 3 شهور صافي 14 شهر. هل المروك راح تكون قدر التحدي وراح تنجز هذا الملعب في اقل من 18 شهر ويكون تحفه فنيه؟ وهذا ما نتمناوه، انه الجزائر كي تجي تلعب لماتش تاعها تلقى استاد اللي هي القيمه. ام ان الزريبه راح تتحجج بكشمرد كما دارت في واحد النسخات سابقه واعتذرت على تنظيم كاس افريقيا لانها ما كانتش جاهزه. 9 ملاعب تستضيف فيهم المغرب كأس افريقيا. الملعب الاول الملعب الكبير بطنجة يتسع ل 75,000 متفرج، الملعب هذا مازال في قيد الاشغال. الملعب الثاني المركب الرياضي بفاس يتسع ل 35,000 متفرج. الملعب الثالث الملعب الكبير بمراكش يتسع ل 41,000 متفرج. الملعب الرابع الملعب الكبير باغادير يتسع ل 41,000 متفرج. الملعب الخامس المركب الرياضي محمد الخامس بدار البيضاء يتسع ل 45,000 متفرج. الملعب السادس ملعب مولاي الحسن بالرباط يتسع ل 22,000 متفرج. الملعب لم يتم البدء في بنائه بعد. الملعب السابع ملعب البريد بالرباط يتسع ل 18,000 متفرج. الملعب هذا مازال في قيد الاشغال. الملعب الثامن ملعب الاولمبي بمركب الامير مولاي عبد الله بالرباط يتسع ل 21,000 متفرج. الملعب هذا مازال في قيد الاشغال. الملعب التاسع المركب الرياضي الامير مولاي عبد الله بالرباط يتسع ل 69,000 متفرج. الملعب هذا مازال في قيد الاشغال. 4 ملاعب ربما لن تكون جاهزه بالكامل في الموعد. هذا الاستاد بالذكاء الاصطناعي ما يكملش في ديسمبر عليه مسكين. راه يبان قال لك بالذكاء الاصطناعي وما يكملش.
هو كمل غنشوفوه كمل. كمل الكرغولي غادي تجي غادي تلعب فيه ماشي انت بقات في بلا بلا الهضره. على اينا الاخوان باش ما نطولش عليكم ونفس الوقت ما نعطيوهمش قيمه، لانه ملي تنشوفوا مثلا شوفوا معايا هذا الملعب ديالهم، هذا هو الملعب اللي كل مره يمدحوا ليه. لا عندنا الملاعب، عندنا المغطات، عندنا شوفوا معايا الملعب كيفاش داير. اخر مره غير تقريبا شي 4 ايام ولا سيمانه باش داروا ليه اصلاحات، حيدوا العشب عاودوه ازيرو. نقول لكم شي 10 المرات من بعد الافتتاح ديال هذا الملعب تيعاودوا الغازو السقف، لانه اصلا هذا الملعب 18 عام وهو تيتبنى، فهمتيني؟ ملي تبنى داروا ليه السقف، ما جاو يديروا ليه افتتاح حتى لقاو السقف ديالو كلاتو الشمس، عاودوا بداو تيصلحوا فيه والارضيه وزيدوا. راكم عارفين القصه ديال الملعب هو هذا. على عين ندوزو. الو دروك انت كينظموا الكاس افريقيا، شي غادي تخرج انت اللي كنت تقول لي باللي الملاعب لا تصلح كرة القدم، تصلح للرعي الابقار، شي غادي تخرج تقول لي؟ شي غادي تخرج تقول لي؟ ماشي انا اللي كانوا مامنينكم. شي تخرج تقول لي؟ يقول لك ودي ما عندهم ما يقولوا. هاد خونا ديما ترد عليهم. ودي اش غيغيروا اشنو هذا؟ صافي بلي عطا الله عطاه دابا. داكشي اللي فيهم حنا عارفين، وراه ماشي باوي سميتو فيهم الحقد والحسد من جهه المغرب، فهمتيني؟ شوف اللهم بارك ملعب مولاي عبد الله في الرباط ما شاء الله، تحفه معماريه، ملعب عالمي اخر ما كاين في ملاعب العالم. طب يا سلام داكشي ما شاء الله. شوف هنا من الداخل الكراسات تقريبا راه نقولوا 95% 98% راه سالوا الاشغال. هذوك الشاشه ديال الليد، الشاشه الكبيره ولوحات اشهاريه ديال الملعب راه تحطوا. اذا شنو بقى؟ الكراسه راه تقريبا غير شوف النوع ديال الكراسه اللي داروا هما هادو. ربما هذا الفيديو شويه قديم، لاحظوا معايا هنا بالضبط. وقف هنا هذا الكرسي دابا غادي يهزوه الاعلام الجزائري، غادي يقول لك راه الملعب طيطيح، الكراسي بداو طيطيحوا بوحدهم، كرسي راه محطوط باقي ما لصقوش في بلاصتو، غادي يهزوه هما يعرف بحال هادشي علاش كيقلبوا هما. هذاك النهار شعلت غير شويه العافيه في شي سدور ولا سميتو، مشاو تيقول لك شعلت فيه العافيه راه تحرق كامل. العدو الحسد. شو اللهم بارك الشاشه، جوج شاشات، واحده من هنا على اليمين وحده على اليسار، ارضيه الملعب يا سلام الله يبارك يا سيدي. شوف طب ما شاء الله. هنا الداخل اللهم بارك ما شاء الله. الداخل ديال الملعب دابا هادشي راه شويه، هادشي غير شويه ديال بزاف. الله يبارك ما شاء الله. هاد الملعب شحال من قناه طلعها، شو الزليج راه بداو تيديروا الزليج المغربي تما. الله يبارك مزيان. جا هاد الملعب جا في وقتو نيت باش يبدعوا فيه من ناحيه التراث المغربي، من ناحيه الزليج، العود، القبص، اي حاجه كتعلق بالتراث المغربي اللي الجيران باغينو يشفروا. هنا عاوتاني الاخ بغى يرتاح شويه، دار واحد الفيديو ما شاء الله بارك، كيتامل واحد النهار غيريح يتفرج مع راسو في من اجمل ولا من احسن ملعب في العالم، لانه اخر راه كلشي اخر ما كاين في. الله يبارك ما شاء الله. اذا الناس اللي تيسولوا على هذيك الشاشه ديال الليد راه دايرين كاملين من هنا حتى للجهه الاخرى. هما هنايا راه كاينين والجهه الاخرى راه كاينين. اذا راه بقات لهم غير هاد الجهه هادي اللي اونفاس معنا، ووقيل على ما اظن هاد الجهه الاخرى ديال جهه الجمهور. هما ملي شعلوهم شو هما. اذا الله يبارك. اذا غادي نخليكم شويه من الفوق نشوفوه من الفوق من قناه تايم ستاد ولا تيم ستاد. تحياتي الاخوان. واحد القضيه لاحظتها،
انه قنوات مغربيه، هو الملعب من السما، هو هذا الشكل ديالو. قنوات مغربيه كاينين شي 4 تقريبا. كاين المحترف، رباط المعرفه، تايم ستاد، شي وحده اخرى المهم نسيتها على ما اظن. هما اللي هاد القنوات تيصوروا هاد الملاعب. كل مره وحده تصور لك البريد، ملعب البريد، ملعب المولاي الحسن، ملعب ديلا في الرباط، ملعب طنجة، تيصوروا بالدرون. داكشي يا سلام، كاليتي توب، كلشي مونتاج، المسائل يا سلام. ولكن الغريب في الامر ما كاينش الدعم اللي تتلقى القناه. السيد تضرب تماره تيمشي تيصور تيرجع وتسميتو ما واصلين حتى 50,000 متابع مشترك، ما كايناش. تيجي واحد مشرقي ولا مصري قال لك انا مهندس تيشرح للمغاربه كيفاش غيكون التيران. والتيران راه المغاربه راه خرجوه قبل ما تكون انت. التيران خرجوه، داروا ليه التصميم، خرجوه في 3D، حاطين الصوره ديالو، خدامين بيديهم، ها هما صوبوهم بالايادي المغربيه والشركات المغربيه. المغربي تيتسنى مصري يشرح ليه التيران باش انت يجي مغربي يكتب ليه في التعليق ما شاء الله شكرا على المعلومه. انت مالكم اصاحبي تلحسوا الكابا بزاف؟ ماشي نتوما، الله يجازيكم بخير، ماشي نتوما الناس اللي متبعيني عارفيني غير اللي دايز، فهمتيني. كاينين شي وحدين اللي كيتفرجوا ما تيديروا لا اشتراك لا والو، هو باغي عزيز عليها البراني هو، فهمتيني. انت يشوفك مغربي ما يحملكش، هو عزيز عليه البرا، كيقول لك اللهم البراني ولا ولد بلادي. والله تا كاينين والله. اغلبيه شكون اللي يطلعوا القنوات ديال هذوك المصريين هما بحال هادو. المغربي كلشي تيصور يقاد ويجري يركب ويمشي ويجي تيلوح الفيديو، كاين المشاهده وما تيديروش الاشتراك. ملي تمشي عند واحد مصري، واحد خدام بالذكاء الاصطناعي، واحد خدام ما تيبانش كاع غير تيهضر، عرفتي شحال من قناه تيدير لي واحد حتى لي زافريكان من جنوب الصحراء وعاقب هاد البلان هادو ولاو تيهضروا سميتو جزائريين دايرين قنوات سميتهم موروكو، تحت فيه بالذكاء الاصطناعي، التعليق بالذكاء الاصطناعي تيحط لي فيديو ولا تصاور زعما راه قناه مغربيه. من بعد هو غادي يطلع القناه ملي غيتحقق ليه الشروط ديال داكشي اللي كطلب اليوتيوب، من بعد يسالي داكشي غيمسح لي فيديو غيرجع بدا يسب فيك نتايا. ها هو مطلع بك القناه ونفس الوقت من بعد يرجع يبدا يسب فيك. هادشي علاش ديما تنهضر على هاد القضيه، ولكن شي وحدين تعرفوا يوركوا. راه ولد البلاد ما يشجعوه، ماشي نتوما، ما يجازيكم بخير. انا راه القضيه ديما تنهضر في ديك الحاله صح. ملي تيجي كرغولي تيطلع قناه ديالو، انت طلعتي ليه قناه حيتاش انت كتلقى اللوغو ديال المغرب، الرايه ديال المغرب، الملاعب المغربيه، التعليق صوتي زوين، تتقول لي انا هذا كيهضر مزيان، هذا عجبني، هذا هادشي كلشي بالذكاء الاصطناعي. غيطلع القناه ديالو، غيساليو الاشغال، غيمسح دوك لي فيديوهات، يغير السميه ديال القناه ويحط لك الدرابو ديال الجزائر ويبدا يسب فيك انت عاود يبدا يجيب لك العيد ديال بلادك ويبدا يحطو تما. فهمتوا كيفاش؟ هادشي علاش تنقول لكم القناه اللي ماشي مغربيه ولا اي مشرقي ولا حاولوا تدعموا ولاد بلاد، حاولوا ندعموا ولاد بلاد. تبارك الله قنوات كما شفنا هنايا. على اي هاد القضيه راه ديما كنهضر فيها، ولكن وتعيا وتشرح لهم. في الاخر شنو كيجي واحد شنو كيقول لك؟ انت محساد. هادشي اللي كيخسر عليك، يقول لك محساد. سير انت جرب دير عليهم فيديو، سير دير. عندهم مشاريع ديالهم، عندهم ملاعب تا هما تيبنيو، عندهم سير دير لهم فيديو، جرب شوف انت واش غادي شي واحد غادي خلينا ساكتين. ندوزو هنايا ملعب اولمبي. الملعب اولمبي راه تقريبا سالا كما كتعرفوا انه حاليا تيتلعبوا فيه الماتشات ديال كاس افريقيا للسيدات. حتى هو واحد الملعب اللي هو تحفه يا سلام، الله يبارك ما شاء الله. هنا ملعب البريد اللي هو واحد حاليا حتى هو راه بداو السقاف بداو تيسميتو ملعب البريد هذا ولا ملعب مولاي الحسن؟ هذا ملعب البريد ملعب البريد، لانه ملعب مولاي الحسن راه بداو دابا حاطين سميتو تيبداو تيحطوا الكراسه. البريد هذا ملعب البريد، ها هو من برا ومن الداخل، حتى هو بداو التسقيف ديالو، ملعب غيطلع يا سلام.
وعطيوه تقريبا من هنا شهر ونص شهرين، كلشي الاشغال غادي يكونوا مسالين من هذا هنا. هذا هو ملعب مولاي الحسن. هنايا ملعب مولاي الحسن، بداو تيحطوا في الكراسة هما اللي شفنا ملعب البريد، وهذا مولاي الحسن هو النوع ديال الكراسة اللي محطوطين. على ما اظن غادي يكونوا اللون خضر والاحمر، على ما عرفتش. المهم حنا لي فيديو غير مبارطاجين في مواقع التواصل الاجتماعي، ونمشيو ان شاء الله. هنا داروا غير يجربوا النوع ديال الكراسة، داروا الشونتيو ديال الكراسة كيفاش غادي تحطوا، ونفس الوقت هنايا في ارضيه الملعب بداو تصلحوا فيها. اذا اشغال متقدمين، راه ما بقى والو، البنيه راه ساله، غادي يبقى غير السقف والارضيه والكراسة. الكراسة راه ساهلين، نعطيهم 4 ايام 5 ايام يقدروا يكملوهم، غيبقى لهم غير السقف والداخل على ايين. الله يبارك اسيدي. احنا غاديين اذا، واخيرا حنا غيكونوا عندنا ملاعب. يا سلام، الدوري المغربي غادي يكون ماضي ما شاء الله. هنا ملعب طنجة، شوف تبارك الله ما شاء الله. هاد الاعمده الفولاذيه قداش ملي تتشوفهم نتايا بالدرون ولا في لي فيديو تيبان لك داكشي صغير، تقول نهزو غير انا بيدي، ولكن شوف الحجم ديال هاد الاعمده تبارك الله. شوف بنادم قداش قدامه ليها، شوف صغير. هو ما شوف، الله يبارك. ملعب طنجة دابا المغاربه دابا تيسولوا، دابا قال لك اسيدي شكون اللي زوين، واش ملاعب ديالنا ولا طنجة؟ اودي بجوجهم زوينين ما شاء الله. شوف دابا حتى هو راه من ناحيه دابا غادي يبداو يغطيو، يحطوا في السقف الارضيه ما شاء الله. يا سلام، الكراسه تقريبا راه 90% 98% راه محطوط، باقي غير شويه من ديك الجهه. شو الحجم ديال هاد الكابلات الفولاذيه، شو هذا راه كابل فولاذي ديال الحديد، عرفتي ملي تشوفوه راه بنادم تيسحابو داكشي غير راه تبارك الله. عرفتي شحال شنو هز تما، راه كاين ثقل. الله يبارك ما شاء الله. لا حتى هذا طلع زوين صراحه. على عين من بعد ان شاء الله الملاعب اخرى ديال ملعب اكادير، ملعب فاس، مراكش، خاصه ملعب اكادير وفاس اللي غادي يتعاود لهم حتى هما غادي يرجعوا ملاعب عالميه ان شاء الله. وسمعنا باللي انه النهائي كاس العالم غادي يتلعب في البرنابيو. وسمعنا عاوتاني باللي انه مالاغا الاسبانيه انسحبت من كاس العالم. هاي كانت حتى هي غادي من ضمن المدن اللي غادي يلعبوا فيه، ولكن انسحبوا ما عرفتش علاش، الله اعلم. ترى تبارك الله ما شاء الله هاد الحديد قداش. هادو هما اللي خصهم نشكرهم، العمال المغاربه، مهندسين مغاربه، شركات مغربيه، الناس اللي خدامين بالليل وبالنهار. ماشي واحد حاط كرسي شوفي المغرب شوفي المغرب، نتايا تبقى تشكر فيه بالليل وبالنهار. الناس اللي كيستاهلوا هما هادو اللي خدامين. شوف هذا هو المهندس، ماشي هذاك اللي تيكرج تمايا في الفيديو تيشرح لك زعما انا راه مهندس. كنتي مهندس كاع ما تقابل البيسي، كون مشيتي خدمتي على راسك، اش من مهندس نتايا. الله يبارك. المهم على اينا الاخوان، هذا ما كان في هذا الفيديو ان شاء الله. خوالو من هنا النهايه ديال السنه يكونوا الملاعب واجدين، ويكون المغرب واجد، الجمهور المغربي، وتكون هذه النسخه ديال كاس افريقيا من احسن النسخ اللي دازوا في التاريخ ديال افريقيا. ونفس الوقت ما تنسوش الاراء ديالكم في التعليق. الملاعب المغربيه اش بان لكم؟ لانه بزاف ديال الناس شفناهم كل واحد شنو تيقول. كاين لك الكراسي ديال طنجة، شي تيقول لك راه كما كانوا تيقولوا لا السقف راه معطل، راه هادي ما يقدروش يكملوه، راه يخليوه حتى من بعد. حيت ملي تيكثروا لي فيديو كل مره فيديو على الملاعب بنادم فهمتيني تتفرج كل نهار تيتفرج فيديو، تيجي داك الملل بلي انه داك بحال ما تزاد والو في الملعب. مثلا كل نهار تيتفرج، كل نهار تيتفرج فيديو حاطين حديده، تيجيب ليه الله بحال الا ما داكشي ما تيتحركش، واقف بلاصتو.
ولكن ملي تتغبر واحد 20 يوم ولا شهر وكترجع تدير مقارنه تتلقى واحد الفرق كبير، فهمتيني؟ هذا ما كان. المهم تلقاو فيديو جديد. تهلاو.